السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فوز مستحق. أنا هبدأ على طول، مش هقول حاجات إلا بهنئ شباب بلوزداد الرجالة، الفريق الرجالة اللي أثبت حضوره وفعلا ليه يستحق إنه ينافس، كمان يطلع بمركز أول مش يطلع بمركز تاني. هارد لك لجماهير الزمالك، اللعيبة دي المفروض تتفور. محمد عبد الغني ده يبيعوه، دونجا يرجعوه بيراميدز تاني. مصطفى شلبي ماسك زل على اداره النادي الزمالك لدرجه مش عارفين اصلا يمشوه، بيلعبوه اساسي وهو ما بيفهمش اي لعيب بيلعب اكتر من 16 ماتش ما جابش الا هدف. قسما بالله فضيحه. والله انا مش عارف اداره الزمالك ازاي سايب اللعيبه دي، وعندنا قناه زمالك خرا، معلش في الكلمه، بتطبل للعيبه ما بتعرفش اصلا تلعب كوره يعني. انا ما اعرفش قسما بالله، قناه الزمالك احنا نفسنا زملكاويه والله ما بنتفرج عليها. لعيبه ما بتحسش بجماهيرها، لعيبه مش ذكر. احنا لما كنا في بطوله سان داونز اللي وصلنا فيها للنهائي، اللعيبه وصلت ب 14 لعيب. 14 لعيب كانوا رجاله وصلوا لسان داونز وفاز، اتغلبوا هناك 3-0 من غلطه مدرب. وجم هنا ما شاء الله 14 لعيب قسما بالله كانوا بمثابه 22 لعيب. اللعيب كان فيهم بيلعب وهو مصاب عشان خاطر التيشيرت. في الاخر جابوا لنا لعيبه بالملايين عشان خاطر اخرها تتصور وتعمل شو على كلام فاضي. مشينا لعيبه والله كان عندها روح. في لعيبه بتظلم في الزمالك مع شويه اللعيبه دي اللي اصلا ما تصلحش لعيبه. لما فريق زي الشباب بلوزداد لسه معمول من اول امبارح يعمل فينا كده، ياخدنا رايح جاي، لا دي فضيحه. ولازم يتحاسبوا اللعيبه دي، لازم كلها تتخصم منها فلوس يا اما تتفور. لازم والله ما بهرجش. كفايه بقى الطبطبه ايام الاداره اللي فاتت. لازم يبقى في حزم دلوقتي. في فرق كبيره بتتغلب بحاجه بسيطه وبينزل عليها عقوبات. النهارده الاهلي فاز 4-0 عشان يجدد اماله بماتش بكره، يعني لغايه اخر نفس عمل اللي عليه. وانت كان عندك الماتش انك انت تصعد بيه للدور اللي جاي، حتى ما تعادلتش فيه عشان نسيب لك يعني شويه، يعني ايه اللي هو انا عملت اللي عليا. دي ما وصلتش ليها كلمه انا عملت اللي عليا، بس الفريق التاني هو ساب الماتش، ما وصلناش للمرحله دي. الف مبروك لكل الجزائريين، عندكم ما شاء الله فريق قوي. هارد لك لجماهير الزمالك بس. خساره فيكم يا لعيبه الزمالك، بنقول عليكم رجاله.